احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك بيقول لك ان اداره السكاوتنج عرضت علينا اليو بادجي وكتبت فيه تقرير كويس وممكن ان احنا نجيبه. اولا، منين جبتوا السكاوتنج؟ انا مش عارف. انتوا بتحسسوني او بتفكروني بالفيلم بتاع عيسوي. عارفين عيسوي لما كان سمير غانم كل ما يقول حاجه يقول له وانا، كل ما يقول حاجه يقول له انا مع فريد شوقي، فقال له طب انا استحميت امبارح، قال له وانا، قال له يا كذاب. انا عايز افهم سكاوتنج ايه؟ هو اي حاجه الاهلي يعملها انتوا عندكم زيها يعني؟ طب وبعدين اليو بادجي مين اللي انت تدفع فلوسه؟ ده انت تقدر تدفع فلوس اليو بادجي؟ اذا كان تمن اليو بادجي يحل لك الازمات اللي عليك، يعني انت لو معاك فلوس تشتري بيها اليو بادجي كنت رفعت القيد. يعني ارفع القيد الاول عشان تتكلم على لاعبين ولا تشتري لاعب ولا تتكلم على صفقات جديده. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. انت قادر تدفع اللي عليك، المليونات اللي عليك، عشان القيد يترفع عشان تشتري لاعب زي اليو بادجي؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ التيشيرت بتاع الزمالك مفيش مكان فيه يتحط فيه راعي تاني، اتملى التيشيرت يا جماعه بتاعنا. انا عايز افهم التيشيرت اتملى فين؟ ما انت تحط لي 20 راعي وكلهم كده على بعضهم ما يجوش تمن راعي واحد من اللي على التيشيرت بتاع الاهلي. ايه يعني مثلا انك انت التيشيرت بتاعك ملان بكام؟ ملان بكام؟ انتوا بتلاقوا ناس، مع احترامنا الشديد اليكم يعني ولشخصكم الكريم، انتوا ازاي بتلاقوا ناس بتصدق الكلام ده؟ وازاي بيجيلكوا قلب تتكلموا مع الجمهور عن المواضيع دي؟ ما هو معنى كلامكم في المواضيع دي ان كنتوا عارفين ان الجمهور ده بيصدق اي حاجه. يعني تقول لي اليو بادجي اللي معدي ال 2.5 مليون دولار وانت مش عارف تدفع 1.5 مليون لسبورتنج لشبونه؟ يعني انا كجمهور زملكاوي اصدق الكلام ده ازاي؟ ومع ذلك بيصدقوا. فانتوا ليكم حق تقولوا اللي انتوا عايزينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين أحفاد القردة والخنازير. امبارح كابتن شوبير بيمهد كده لرمضان صبحي. أصل كابتن شوبير يعني ده جوه المطبخ. يعني شوبير لما يتكلم ما بيتكلمش كده يعني إلا إذا كان في دخان ونار وفي شغل بيتعمل. يعني متوقع شيء يحصل او في مفاوضات او في ناس متدخلة في الموضوع وفي وساطة، لان هو بيتكلم ان ممكن جدا في وقت من الاوقات حاليا او بعد شوية نلاقي رمضان صبحي، لان خلاص العقد بتاعه ده اخر موسم. فبيقول لك بناء على اللي حصل مع امام عاشور وان هو اخطأ. احنا قلنا ان خطأ وهو بره النادي غير لما يبقى ابن النادي ويغلط. بس برضه للامانه رمضان صبحي ما اخطأش، ما غلطش باللسان، يعني ما اخطأش في حق حد. هو غلط لما قعد مع كابتن محمود الخطيب واتفقوا على كل حاجه، وده كده عيب. دي حاجه، لكن هو ما تلفظش بالفاظ نابيه او اساء لاي حد. وبعدين قال لك ان امام عاشور رجوعه ده ممكن يرجع رمضان صبحي. وخدوا بالكم ان رمضان صبحي لو رجع ممكن يمضي للاهلي على بياض. هو طبعا لو رجع هيمضي على بياض ويبصم على بياض ويبقى بكل امنية حياته ان هو يرجع الاهلي. دي امنية حياته. وشوبير بيلمح ان ايه؟ يعني هو قدامه لا اما الاحتراف الخارجي لا اما الاهلي لا اما بقى يبقى مفيش ده ولا ده يبقى الزمالك. الاهلي لو هيرجعه مش هيبص لان هو يروح الزمالك او مش هيروح، مش هيفرق معاه. لكن كابتن شوبير بيتكلم من مبدأ ان هو اذا اخطأ فكان هو لسه عيل صغير وانبهر بالفلوس والملايين اغرته و وبرضه اي حد بره يا جماعه، بره اللعبه، اللي بره الشط عوام. يعني اي حد لما تيجي تتحط الملايين دي في ايده يبقى يتكلم، يفكر بقى، يشوف هو كان هياخد انهي قرار. يعني احنا بنقول وبنزعلانين وبتاع، لكن الفرق رهيب. فبرضه لما يجي في ايد لسه شاب صغير في بداية حياته ممكن يلوح اي بني ادم. اذا كان في ناس رجل بره ورجل جوه ومعاهم ملايين الدنيا
وعبدت القرش لحد دلوقتي. فممكن رمضان نبص نلاقيه في اي وقت موجود. نيجي بقى للموضوع بتاع فتح القيد وامتداد فتح القيد لحد يوم 22 فبراير، واحنا قلنا ان هم نصبوا علينا، هم كلهم كانوا مخططين وناهيين وبتاع، ويقول لك احنا لسه هنقرر، لسه مش عارف ايه لسه. فمحمد سعيد اللي هو مقدم برنامج الترند في النادي الاهلي بيقول انا بسأل جمال علام والحاج عامر حسين واعضاء مجلس ادارة الاتحاد امتى اتبعت الجواب للاتحاد الدولي عشان الاتحاد يرد، وليه، وعشان مين، ومين اللي ليه مصلحة في الموضوع وهل ده رأي كل اعضاء الاتحاد ولا دي اوامر من الرابطة؟ ما هو احنا كل الاسئلة دي الناس كلها بتسألها، الناس اللي هي يعني اللي ليها ربع عقل مش عقل كامل، يعني ربع عقل كده تسألها. وقال لك اذا ما كانش فيه رد من الاتحاد يبقى الكلام ده معناه حاجة واحدة، ان ده مجاملة لنادي واحد المعاقب بايقاف قيده. ما قالش الزمالك، وما نعرفش هو قصد انهي نادي. يعني مين النادي اللي هو موقوف قيده؟ مين النادي اللي هو مستفيد؟ تخيلوا ان الزملكاويه بيقول لك مين اللي قال لك ان مد القيد ده فايده للزمالك؟ اشمعنى يعني الزمالك؟ وليه بتقولوا ان الزمالك مستفيد بالموضوع ده؟ ما كل الانديه هتستفاد. انهي انديه اللي هتستفاد؟ يعني انتوا هتجننونا؟ يعني انتوا بتستخفوا بعقلنا؟ اذا كان غيركم بيستخف بعقلياتكم وانتوا بتصدقوا الكلام ده زي اليو بادجي والتيشيرت المليان رعاه وبتاع ومش عارف ايه، لكن ما تجوش انتوا تستخفوا بعقلياتنا. احنا مش زي الواد بتاع الزريبه اللي هو بتاع البقره اللي قال لك جمهور الزمالك بيفهم وجمهور الاهلي لا. ده اصغر واحد في جمهور الاهلي بيفهم كوره احسن من اي مدرب. ما تجيش تقنعني تقول لي ان تاخير القيد لمصلحه اي نادي تاني غير الزمالك. انت في حاجه في دماغك؟ صلاح محسن يا جماعه بكل برود رافض طبعا ان هو يروح فيوتشر، وخلاص نادي فيوتشر مش عايزه لان هو حاسس ان هو لو جه مش هيؤدي. صلاح محسن بقى بيقول لهم انا قاعد لا اما ماشي مجانا، وانا ما عنديش اعتراض ان انا اقعد وما العبش عادي، انا لا هعمل مشاكل ولا حاجه، لعبني يعني الراجل عايز يقعد يقبض بس بكل بساطه، ما عندوش اي مانع ان يقعد كل شهر يقبض ويبقى الفلوس دي حلال. يعني هو كل شهر يقبض وكل موسم يقبض ومش مشكله يلعب، لا اما تسيبوني مجانا. خلاص جمهور الاهلي ما بقاش طايقه، مش عايز يشوفه. يعني حتى لو جه لعب في اي مباراه هيبقى في استهجان رهيب ما كناش نتوقع ابدا من صلاح محسن ان يحصل منه كده. ده في لعيبه بتسيب ملايين عشان تلعب من حبها في اللعب، يعني يقول لك لا انا العب، انا عايز اروح النادي ده عشان العب فيه. احترمك لو انت هتسيب النادي الاهلي والنادي الاهلي عايزك وما بيلعبكش تقول له لا انا عايز العب، احترمك في الوقت ده. لكن عايز تقعد ومش مشكله ومش هتعمل مشاكل، اهم حاجه تقبض. شكرا لحضراتكم، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.